زايدة سحبتنا انا وياه خلي يومين يعني الحمد لله، يمكن عشان الحظر خاله. يمكن الله اعلم. بعد الحظر كل واحد بصير يروح على شغله، نزله شوية صغيرة هيك منيح. ايوه بعد الحظر بصير كل واحد على شغله، وانت بصير الظهر بس تروح، اللي هو انا بعز شغلي بيكون من 1 ل4. الله يرجعنا لشغلنا، ما بدنا هالحظر كده. بعدين انت على 4 بتروح على شغلك كمان مرة، وانا بروح على قهوتي. الوضع مكركب. واحد الله كريم. بيطلع من بيته ما بيعرف هل يرجع ولا لا. يعني بالفعل هو ما في واحد بطل، لأنه الشغلة هاي إذا أن عنها غبار، إذا ذرة الغبار الفيروس أصغر من ذرة الغبار مليون مرة. تصور بقى قديش قده. فما نعرف ايش بدنا نساوي أول. هلا شو قصدك بما يرجع؟ يعني قصدك انه ايه الله أعلم. يعني بجوز هلا هيك الطب غم تلاقينا أنا وياك صرنا فيرسنا. الله لا يقدر طبعا. لا، راح فكرة على شو اسمه، على انه يصير في حظر شامل. لا الحظر الشامل ونعلق انا وياك بنلعب. لا ما في، بيعطوك انذار شهر بس. انت والله بتوفي معك لو عملوا لك حظر شامل. ليه بقى؟ بتفتك مني. ايوه. لا بس بشتغل هذا بصراحة. نحن هلا على جسر جابر، والساعة حوالي 9:30 صباحا أو 10، ونروح أنا ورامي ورايحين في اتجاهنا إلى مزرعة العبد اللي عند أبو فيصل. على خير إن شاء الله. أسامة موجود ترى مع خبر؟ لا والله ما معي خبر. أنت هلا بتخبر. لا قالوا له ارحل يا لا ما أظن بلشوا أنا معقول؟ إيه قالوا له ارحل يا. لا ما حيكون ارحل. لك حتى في مزرعة بقر جنب منا بالعبدلي تضايقت منه، ممكن ما بيتقاتل مع مرته. اوف. ايه لا هو يعني راح عشان بسبب مشكلة مع هويدا؟ لا هلا الحمد لله متصالحين ومثل العسل بالمربى. صايرة الشغلة شوربة. ولا نسير فوق جسر الشيخ جابر.